السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اتأخرت عليكم بس اكيد انا طبعا وحشتكم. بص هنعمله بقى ايه، مانجا النهار كنافة النهاردة بالمانجا. يلا سوا نعملوها مع بعض. انا كنت جايبة مانجا وكنت مفرزناها في الفريزر يومين تلاتة كده، وبعدين طلعتها. زي ما انتوا شايفين كده، انا يعني فتتها كده اهوت من بعضها وفكتها، وسيحت السمنة وحطيتها عليها. وضغطتها كده، ضغطت نص الكمية في الصينية. وبعدين عملت لها مهلبية. ومهلبية دي طبعا كوبايتين لبن وثلاث معالق نشا، اللي هي دي الكريمة الكدابة او القشطة الكدابة. وحطيت عليها معلقتين سمنة، وحطيت كمان فانيليا. ورحت بقى حاطه كده زي ما حضراتكم شايفين الطبقه الاولى. ورحت جايبه شويه مانجا دي كده، دي مانجا صديقه بتبقى كلها لحم كده وحلوه. فانا اخدتها قطعتها مكعبات كده، وهحط الكميه كده كلها هنا. طبعا احنا بنعمل طبقة الكريمة دي علشان المانجا بتستوي جوه الفرن، فبتبوش وبتبقى زي المية هتلزق منك في الصينية. فلازم تعملي زي طبقة عازلة كده، يعني الكريمة دي بتبقى زي طبقة عازلة. بتحطي المانجا وبعدين كمان بتحطي طبقة تانية فوقيها، علشان لما تقلبي الصينية برضو يعني ما تلزقش منك. لازم تكون طبقة من فوق وطبقة من تحت. احنا هنحطها كده، هي طبعا كانت بردت شوية. هنح- هنحطها بقى كويس وهنفردها كده بظهر المعلقة. انا كنت ببل المعلقة شوية كده يعني لبن او مية على خفيف كده عشان تتفرد زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعدين هناخد بقى الجزء اللي فاضل التاني بتاع الكنافة، هنحطه بقى كده هنا. بس اهم حاجة تبعدي عن الجدار بتاع الصينية، الحشوة بتاعتك تبعد عن جدار الصينية علشان ما تلزقش منك. وانا اول حاجة ببتدي بحط الكنافة حوالين الجدار بتاع الصينية. بتضغطي بقى عليها ضغطة بس خفيفة جدا طبعا، لان دي مش بتاعت مكسرات هتضغطي عليها جامد، لا، دي بتضغط عليها ضغطة بسيطة كده. وهنكون طبعا شغالين الفرن كده. احنا خبزناها بقى كده خلاص، وانا قلبتها بس الجزء ده ما تصورش. انا كده سقيتها شربات وقلبتها، وكنت عامله شرايح مانجا كده. وزوقتها زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنقطعوها، طبعا هي بصراحه كانت سخنه واحنا مستعجلين عليها وعايزين ناكلوها. يا رب اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو ده يا ريت تشتركوا في القناه وتشرفوني وتنوروني، وما تنسوش اللايك. انا طبعا يعني بشكر كل اللي اشتركوا معايا من داخل مصر وخارج مصر، كل المشتركين الجداد. شكرا على دعمكم ليا وعلى كومنتاتكم الجميله اللي دايما بتسعدني. يا رب يعني يا رب كده يكون الفيديو بتاعي عجبكم. وما تنسونيش باللايك، تنسوش تدعموني. ان شاء الله لينا لقاء تاني في فيديو جديد. مع السلامه.